السلام عليكم بنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين. لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم حندير معكم تحليه اقتصاديه رمضانيه تجي بزاف بنينه هايله. نتمنى منكم تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم. رايحه نبدا معكم في طريقه التحضير تاعنا تاع التحليه. بسم الله. هنا رايحه نبدا معكم في طريقه التحضير تاعنا تاع هاد التحليه. عندي هنا زوج حبات تاع البيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه. عندي قريصه تاع الملح، نحتاجو نص كاس تاع السكر. هنا نخلط زوج حبات تاع البيض مع نص كاس تاع السكر وقريصه تاع الملح. تحبوا تخلطوا بالفوي سينو تحبوا تخلطوا بالباطور كيما تحبوا. هنا البنات ما نحتاجوش نخلطوا البيض تاعنا حتى يطلع، نخلطوه غير شويه برك. تقدروا بلا ما تستعملوا الباطور تستعملوا غير الفوي برك. هنا راح نضيف نص كاس تاع الزيت ونخلط. رايحه لهنايا نضيف نص كاس تاع الحليب. هنا بعد ما خلطت كامل المكونات تاعي راح نضيف مغرفه تاع الكاكاو هكذا، كاس فارينه، باكي خمار ولا 10 غرام تاع الخمار. نغربل هاد المكونات الجافه، نخلط المكونات الجافه مع المكونات السائله. هنا كما راكم تشوفوا جبت انا خيرت هذا المول العجيب اللي راح ندير فيه. درت له شويه زيت، دهنته كامل بالزيت ورشيت عليه الفارينه ورايح نفرغ الخليط تاعي. بعد ما فرغت الخليط تاعي في هذا المول واش راح ندير؟ حندخلوه للفوق يطيب ليه. كي نشوفوه طاب عادي نطيبوه كيما نطيبوه موسكوتو، ولا كي نشوفوه طاب ندخلوه موس ولا بيك ولا. واذا خرج لنا ناشف الكيكه تاعنا راهي واجده. هنايا بعد ما نحيتها كما قلت لكم الفوق نخليها حتى تبرد تماما، ودروك نروح نجوزو نحضروا المرحله الثانيه ولا نحضروا الكريمه تاعنا. بعد ما خليت الكيكه تاعي تبرد نجوزو نحضروا الكريمه تاعنا. كما راكم تشوفوا في كاسرونه ندير نص لتر تاع الحليب، ندير هذا فلان كراميل تاع 100 غرام. هنا بعد ما ضفت فلان كراميل تاعي تاع 200 غرام رايحه نضيف عليها مغرفه تاع قهوه سريعه الذوبان، اي نوعيه تخيروها. نضيف مغرفه، نحرك كل شيء بارد في بارد ونديرو فوق النار حتى يغلي لنا. هنا الفلان تاعنا بعد ما غلى لنا واش عندنا هنايا؟ عندي هنا لا كريم فريش خاصه بالحلويات، لازم تكون فيها 35% ماده دسمه. نحتاج هنا حوالي 12 حبه تاع كاطو. باين هذا الكاطو شنو هو اللي كنا ناكلوه كنا صغار. واش حندير؟ رايحه نفتتو نديرو في طاس تاع الروبو. تقدروا ديروا هكذا في طاس وترحيوها، كما تقدروا ديروا في بول وتخلطوا كامل هاد المكونات وتميكسيوهم بالبغاميكسيا. نضيف الفلون تاعنا اللي كنا غليناه، نضيف هنا العلبه تاع لا كريم فريش، نغطيوه ونرحيوه مليح. هنا نغطيوه ونخلطوا كل شيء مع بعض. نجيبوا الكيكه تاعنا بعد ما ديموليناها وخليناها بردت راح نفرغ عليها ديريكتومون هذا الخليط. هنا ذوبت 100 غرام تاع الشوكولا بالحليب. تقدروا تستعملوا اي نوعيه تاع الشوكولا. بعد ما ذوبتها على حمام مائي رايحه نضيف لها هكذا علبه تاع دانيت شوكولا. نخلط هنا الشوكولا تاعي مع الدانيت. بعد ما بردت لنا مليح هاد الكيكه، هاد لا كريم بردت لنا مليح، رايحه نديرو عليها الشوكولا تاعنا هكذايا ونديرو كامل هكذا على سطح الكيكه تاعنا هكذايا. بعد ما درت لها الشوكولا من الفوق كيما راكم تشوفوا رايحه نخليها تبرد والتزيين يقعد اختياري، ورايحه نرجع لكم فيما بعد ونشوفوا الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. هنا كيما راكم تشوفوا البنات التحليه تاعنا راهي واجده. هنا
هنا التزيين كما نقول لكم دائما يكون اختياري، كل واحد يدير الشيء اللي يكون عنده. هنا واش زينتها، انا درت لها شويه انصاف هكذا تاع لافخيز في الوسط، ودرت لها زيكزاك بالشوكولا. مع الاطراف كنت رحيت شويه تاع كاوكاو درته مع الطرف هكذا. والتحليه تاعنا راهي واجده، نخليوها حتى تبرد تماما باش تجينا هكذا بنينه. والتحليه تاعنا كما راكم تشوفوا راهي هنايا، شوفوا كيفاش جات خفيفه هايله بنينه بزاف بزاف بنينه. نتمنى منكم تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم. واذا عجبكم لا فيديو تاع نهار اليوم ما تنسوناش بجام او كومونتير. نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. بقى على خير.